من المنتظر أن يشهد الصيف المقبل حركة انتقالات يمكن وصفها بالشرسة بالنظر إلى قيمة اللاعبين المتاحين مجانا مع نهاية الموسم الجاري 2022-2023. ويكثر الحديث في وسائل الإعلام حول الوجهات المستقبلية لهؤلاء اللاعبين الذين قرر بعضهم الرحيل عن أنديتهم، فيما تسعى إدارات أندية أخرى جاهدة للإبقاء عليهم. وخلال شهرين المقبلين فإن الكثير من الأشياء قد تحدث، وقد تنجح جميع الأطراف في الوصول إلى اتفاق يطيل عمر اللاعبين مع تلك الأندية، وربما قد يحدث العكس. وخلال هذا الفيديو نسلط الضوء على أبرز 10 لاعبين تنتهي عقودهم يوم 30 يونيو 2023. أبرزهم على الإطلاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالإضافة إلى كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022. بولو كانتي. وصل متوسط الميدان الفرنسي إلى تشيلسي قادما من ليستر سيتي يوم 16 يوليو 2016، ويعيش حاليا شهوره الأخيرة مع البلوز بالنظر إلى العقد الذي ينتهي يوم 30 يونيو 2023. وخلال مواسمه السبعة بما فيها 2022 و2023 قاد رنتي تشيلسي للتتويج ب6 ألقاب، أبرزها على الإطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز مرة واحدة، ومثلها في دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية. وتبلغ القيمة السوقية للنجم الفرنسي 20 مليون يورو، وهو الذي لعب لتشيلسي 264 مباراة بجميع البطولات، سجل فيها 13 هدفا، وقدم 15 تمريرة حاسمة. واللافت أنه لم يتلقى أي بطاقة حمراء طوال مسيرته مع الفريق اللندني. سيرجيو بوسكيتس. ثبت لاعب خط الوسط الإسباني أقدامه مع الفريق الأول بنادي برشلونة منذ صيف عام 2008، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن أحد من انتزاع مكانه في المستطيل الأخضر مع بلاوغرانا. ولم يواجه الطرفان الإدارة واللاعب أي مشكلة في تمديد التعاقد لفترة أخرى كلما اقترب ذلك، لكن الوضع مختلف الآن لكثير من الاعتبارات، أهمها الأزمة المالية التي يعاني منها برشلونة، بالإضافة إلى سن اللاعب 34 عاما. وما زال مستقبل بوسكيتس مجهولا، سواء بالتمديد أو الانتقال إلى فريق جديد، وكل ذلك سيتضح في الصيف المقبل، علما أن قيمته السوقية 5 ملايين يورو. ودافع بوسكيتس عن قميص برشلونة في 714 مباراة بجميع البطولات، أحرز خلالها 18 هدفا، وصنع 44 تمريرة حاسمة، وتوج مع الفريق ب31 لقبا، منها 3 بدوري الأبطال، ومثلها في كأس العالم للأندية، 8 بالدوري الإسباني. ماركوس راشفورد. أكد الهولندي إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد في فبراير 2023 أن تمديد عقد راشفورد هو أولوية بالنسبة للشياطين الحمر. وقال تين هاغ: حاليا نحن نعمل على ذلك، ومن وراء الكواليس نتحرك بقوة في هذا الاتجاه، لأننا نرى أنه يجب أن نبقي ماركوس معنا، مع الإشارة إلى أن قيمته السوقية حاليا 80 مليون يورو. وصعد راشفورد من فريق الشباب إلى الفريق الأول لمانشستر يونايتد في يناير 2016، فسجل 120 هدفا وقدم 67 تمريرة حاسمة في 350 مباراة بجميع البطولات، ورفع 5 ألقاب أهمها الدوري الأوروبي. إلكاي غوندوغان. حط متوسط الميدان الألماني الرحال في الجزء السماوي من مدينة مانشستر في صيف عام 2016 قادما من بوروسيا دورتموند. وخلال مواسمه السبعة بما فيها الحالي، حقق غوندوغان جميع الألقاب المحلية مع مانشستر سيتي، وكان قريبا من التتويج بدوري الأبطال لولا الخسارة من تشيلسي في النهائي عام 2021. ويتواجد اسم غوندوغان على طاولة برشلونة في وقت لا يمانع فيه السيتيزنز رحيل لاعبه البالغ من العمر 32 عاما، والبالغة قيمته السوقية 25 مليون يورو. وظهر غوندوغان مع السيتيزنز في 291 مباراة بجميع البطولات، فسجل 54 هدفا،
وصنع 38، وحصل الدوري الإنجليزي 4 مرات، وينافس بقوة على الخامس في 7 مواسم. توني كروس. يخوض النجم الألماني المعتزل دويا موسمه التاسع مع ريال مدريد، وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي اتفاق لتوقيع عقد جديد. وصل كروس إلى قلعة سانتياغو برنابيو يوم 17 يوليو 2014 في الصيف الذي توج فيه مع منتخب ألمانيا بكأس العالم قادما من بايرن ميونخ. ولعب كروس 404 مباراة بقميص ريال مدريد في جميع البطولات، سجل خلالها 27 هدفا، وقدم 88 تمريرة حاسمة، وتبلغ قيمته السوقية 18 مليون يورو. ورفع كروس مع ريال مدريد 15 لقبا، من بينها 4 في دوري أبطال أوروبا، و5 في كأس العالم للأندية، و3 في الدوري الإسباني. لوكا مودريتش. مع اقتراب نهاية عقد مودريتش كثر الحديث عن مستقبله، واللافت أن العديد من التقارير ربطته باللعب لأحد الأندية السعودية. لكن هو مؤكد حتى اللحظة أن الدولي الكرواتي سيرتدي القميص رقم 10 مع ريال مدريد حتى نهاية الموسم الجار. ووصل مودريتش إلى مدريد يوم 27 أغسطس 2012 قادما من توتنهام، وهو حاليا يلعب موسمه 11 مع الميرينغي، ورغم ذلك فإن قيمته السوقية تبلغ 10 ملايين يورو. وخاض مودريتش 474 مباراة بقميص ريال مدريد بجميع البطولات، مسجلا 37 هدفا، وقدم 77 تمريرة حاسمة، وتوج 22 لقبا، أبرزها دوري أبطال أوروبا 5 مرات، ومثلها في كأس العالم للأندية، و3 في الدوري الإسباني. سيرجيو راموس. في 8 من يوليو 2021 حزم راموس حقائبه، حيث غادر ريال مدريد الذي انضم إليه من إشبيليا في صيف عام 2004. استقر راموس في عاصمة الأنور، ووقع عقدا يربطه بباريس سان جيرمان لمدة موسمين انتهى أولهما، وقد لعب عددا قليلا من المباريات بسبب الإصابة التي بعدته لفترة ليست بالبسيطة عن الملاعب. لكن راموس ظهر بشكل أكبر مع باريس في موسمه الثاني والأخير بموجب العقد، وقد لعب 50 مباراة فقط بجميع البطولات، سجل 5 وصنع هدفا. وتوج راموس بلقبين مع باريس، هما الدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي، وانخفضت قيمته السوقية إلى 6 ملايين يورو. أدريان رابيو. خرج رابيو من الباب الضيق لفريق باريس سان جيرمان، وانضم إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر في يوليو 2019. توج رابيو مع يوفنتوس بجميع الألقاب المحلية بواقع لقب في كل بطولة، وتقترب مسيرة الفرنسي من نهايتها. ويشترط رابيو على يوفنتوس الحصول على راتب سنوي بقيمة 10 ملايين يورو من أجل التمديد، وهو أمر ترفضه إدارة السيدة العجوز حتى الآن. ولعب رابيو البالغة قيمته السوقية 30 مليون يورو بقميص يوفنتوس ما مجموعه 163 مباراة بجميع البطولات، فأحرز 15 هدفا، وقدم 10 تمريرات حاسمة. كريم بنزيما. قبل أيام فجرت صحيفة اليوم السعودية مفاجأة مدوية بتأكيدها أن بنزيما يستعد لتوديع ريال مدريد من أجل الانضمام إلى اتحاد جدة في الموسم المقبل حتى صيف عام 2025. لكن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أكد أن بنزيما وزميليه مودريتش وكروس باقون مع الميرينغي في الموسم المقبل. وسيبقى الجدل يحيط بمستقبل بنزيما الذي تبلغ قيمته السوقية 35 مليون يورو حتى نهاية الموسم الجار، ثم سيتضح بعدها مصير الفرنسي المعتزل دوليا، أو ربما سيقطع فلورنتينيو بيريز رئيس ريال مدريد كل ذلك بالإعلان عن توقيع عقد جديد. ولعب بنزيما مع ريال مدريد منذ وصوله إلى الفريق في يوليو 2009 في جميع البطولات 636 مباراة، سجل فيها 348 هدفا، بالإضافة إلى 164 تمريرة حاسمة.
كما حصد مع الميرينغي 24 بطولة، أبرزها دوري أبطال أوروبا 5 مرات، ومثلها في كأس العالم للأندية، و4 في الدوري الإسباني. ليونيل ميسي. بعد مسيرة أسطورية مع برشلونة، وجد ميسي نفسه مجبرا على الرحيل عن النادي بسبب الأزمة المالية الخانقة التي هزت أركانه. ودع ميسي برشلونة باكيا، وانتقل بعدها إلى باريس سان جيرمان في أغسطس 2021 في صفقة انتقال حر، واتفق على اللعب لفريق العاصمة الفرنسية لموسمين، مع إمكانية التمديد لثالث في حال موافقة اللاعب. ويقترب البرغوث من نهاية عقده مع باريس، ويعد مستقبله الشغل الشاغل لوسائل الإعلام ليس فقط في أوروبا بل في العالم أجمع. وتلقى ميسي حتى اللحظة عرضا وحيدا، وكان من باريس، في وقت يتحدث فيه الإعلام عن إمكانية عودته إلى برشلونة أو الرحيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أو ربما اللحاق بغريمه كريستيانو رونالدو إلى السعودية. وارتدى ميسي وقيمته السوقية 45 مليون يورو قميص سان جيرمان في 68 مباراة بجميع البطولات، فأحرز 30 هدفا بالإضافة إلى 32 تمريرة حاسمة، متوجا بلقبين هما الدوري والفرنسي وكأس السوبر الفرنسي.